صراحة بقى فكرة ان الواحد يروح البسين على الصبح دي جميلة جدا. قررت وخدت بعضي انا وجنى وصحابي، بسمة وزوزو ورشا قالت هتحصلنا بعد كده، وكمان انضمت لينا دينا بنت خالة بسمة. بصوا العيال كانوا فرحانين كلهم، كانت قاعدة تحفة. يعني يا ريت الواحد يكرر الموضوع ده لولاده، هيفرحوا جدا. يعني انا بنتي كانت في قمة السعادة جدا جدا جدا، ما عندكوش فكرة كانت فرحانة قد ايه. وكل شوية تقولي يا مامي يا ريت نكرر الموضوع ده على طول، وكانت فرحانة جدا. هنا يا بنت بسمة وعمر وجنى الثلاثي بقى، هم التلاتة كانوا فرحانين جدا جدا. هنا طبعا هي الوحيدة اللي كانت بتعرف تعوم فيهم، بس كان في مدرب معاهم. يعني حمام السباحة بجد اهتمام فائق في نادي المنصورة جدا 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 بالأطفال. حتى المدرب بقى معاهم بشوية حركات، وكان يقول لهم ما تلمسوش المية بوشكم، بيخاف عليهم جدا. يعني شابوه لكل حاجة في نادي المنصورة. حتى حمام السباحة نظام فائق في كل حاجة. احنا بقى طبعا كنا فرحانين بولادنا وهم قاعدين كده وعمالين يلعبوا ويستمتعوا. كانت فرحة بصراحة. وكان يعني سماعات بقى وصوت كبير، فرحة العيد فعلا. يعني احنا فرحنا هناك قوي مع العيال. هسيبكم تستمتعوا بالفيديو وتشوفوا الفرحة اللي كانت في عيد ميلادنا. بصراحة احنا ما كناش عايزين نمشي، المكان جميل جدا جدا جدا. نادي المنصورة اهتمام فائق في كل حاجة. هنا كانت معترضة طبعا لان هي مش طفلة، يعني هي كبيرة شوية. فبتقول لها يا مامي انا بعرف اعوم، انا عايزة اعوم مش عايزة اعمل زيهم. بس طبعا بسمة قالت لها لا، لازم تسمعي كلام المدرب. بس هي عشان بتعرف تعوم طبعا حقها انها تعوم، طفلة برضه. وديجانا بقى كل شوية كانت بصراحة بصوا مستمتعة هي او عمر قوي. هي ما بتعرفش تعوم، يعني عوم كلابي كده. بس هو يعني استمتعت برضه وفرحت. هو بصراحة قعدة البسين تحفة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم معايا، كل سنة وصحابي دايما مجمعينا والفرحة مجمعانا. كل سنة وانتم طيبين. شفتوا جوجو بقى كل شوية تبعت لكم أحلى بوسة لكل متابعينا في الوطن العربي. كل سنة وانتم طيبين.